بما ان احنا حاليا دلوقتي في ايام الامتحانات وخلاص مفيش وقت وعاوزين نلم المنهج، فانا هقولك على طريقة تلم بيها المنهج في يوم واحد. ركز معايا كويس في الفيديو، هقولك على طريقة تحفة هتلم بيها المنهج في يوم واحد لو انت لسه ما بدأتش او انت بتراجع او حتى خلصت مراجعة. ركز معايا كويس في الفيديو عشان نعدي السنة دي. انت حاليا في الايام دي لازم تتعب، ده ضروري انك تتعب. ويلا مع بعض نشوف ايه الطريقة دي. لو انت بقى اول مرة تشوف القناة بصراحة هيفوتك كتير، في فيديوهات جاية كتير لازم تسمعها. اعمل اشتراك في القناة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان كمان زمايلك يستفادوا. وتعالى بقى اقول لك على الطريقة التحفة دي. في البداية كده احنا معانا 3، واحد لسه ما بدأش في المنهج وواحد بيراجع وواحد خلص مراجعة. نبدأ في الاول مع الواحد اللي لسه ما بدأش في المنهج. ده يعمل ايه؟ ده دلوقتي الزنق زنقة الكلاب، ده فرصته الوحيدة ان هو عايز ينجح. فاسمع معايا بقى اقول لك هتعمل ايه. اول حاجة لازم تتعب، تقوم بقى الساعة 6 الصبح، لازم تقوم الساعة 6 الصبح. ليه؟ لان يومك هيكون طويل. تخيل انت من 6 الصبح مثلا ل 11 بالليل او 10 بالليل، الموضوع طويل واليوم هيكون طويل معاك. عايزك تعمل ايه بقى يا اللي لسه ما بدأتش في المنهج؟ عايزك تجيب الكتاب بتاع المدرسة وتقرا فيه. انا قلت الكتاب المدرسة ليه؟ المفروض اقول ملخصات، حتى المفروض اقول مراجعات نهائية. لا، انا عاوزك تجيب الكتاب ده مثلا وتقراه قرايه. مش هقولك احفظه، لا، انا عايزك بس تقراه قرايه، تقعد مع نفسك كده شويه وتقراه. لو انت معاك مذكره ماشي تمام، مش شرط يعني كتاب المدرسه. المهم انك ما تذاكرش من الملخص، ان الملخص ده اهدى عليه شويه. هقولك تعمل ايه في الملخص بعدين. تقرا الكتاب، تقراه قرايه، هياخد في ايدك قد ايه؟ ممكن ياخد في ايدك 3 ساعات 4 ساعات، بس مش هتقراه متواصل يعني. هو مثلا ممكن ياخد منك من الساعة 6 للساعة 12 كده. انت قريت الكتاب قراية. مجرد قرايتك للكتاب نقول مثلا لميت معلومات بنسبة 30%. لميت معلومات من مجرد القراية بنسبة 30%. قراية مع شوية فهم. مش هقول لك ذاكر، لا، انت اقرا على طول، بس وانت بتقرا ركز، هتلاقي نفسك بتلم معلومات. خلصت مثلا الكتاب مع الساعة 12 او 1، تيجي بقى تعمل ايه؟ تكمل بقى في مراجعة نهائية، بحيث المراجعة النهائية اللي انت هتذاكر منها او ليلة الامتحان اللي انت هتذاكر منها هتكون 10 ورقات على الاقل. وانت بتذاكر منها هتعرف انت بتذاكر ايه، هتعرف انت بتحفظ ايه، هيكون عندك خلفية عن المنهج. تمام؟ وحتى وانت بتذاكر من الملخص هتلاقي نفسك يعني المعلومات اللي انت بتذاكرها او بتحفظها قريتها قبل كده، فالدنيا تبقى معاك سهلة شوية. يبقى اول حاجة تقرا الكتاب مجرد قراية بس، قراية مش اكتر عشان ما تطولش. تاني حاجة تمسك مراجعة ليلة الامتحان اللي هي 7 8 ورقات كده. ولو انت مش معاك المراجعة دي اكتب لي في التعليقات تحت وانا ابعت لك مراجعة ليلة الامتحان بصيغة البي دي اف ان شاء الله. يعني في حدود، احاول يعني في حدود 10 ورقات 13 ورقة كده. انت قريت الكتاب وجمعت معلومات بنسبة 30% مثلا، وقاعد بقى كده في روجان بتذاكر الملخص اللي هو 10 ورقات. تذاكر منه مثلا لحد المغرب، وتعالى لك بعد المغرب كده حل لك امتحانين والدنيا معاك تمام. بس اقول لك انك هتقدر تقفل المادة اكون كذاب، مش هتقدر تقفلها، لانك عمرك مثلا ما هتتساوي بواحد بيذاكر طول الترم. انت واحد ما ذاكرتش خالص، كل هدفك انك تنجح. دي اول خطة للناس اللي لسه ما بدأتش، ان هي تقرا الكتاب قراية فقط، قراية بس. بعد كده تذاكر من الملخص عشان يبقى عندها بس خلفية عن المنهج. القراية هتخليك يعني لامم الدنيا كده. نيجي بقى لتاني نوع، الناس بقى اللي بتراجع حاليا، ذاكر بس بتراجع. دي ناس تمام قوي، دول ما تجروش الكتب، لا، انتوا ذاكروا الملخصات على طول. ابدأ يعني قوم الساعة 6 الصبح، ابدأ في ملخص كده اقراه شوية وحاول تحفظ منه شوية، وبعد كده حل امتحانات. طب مذاكرة ليلة الامتحان هتكون ازاي؟ الليلة بتاع الامتحان هتذاكر فيها ازاي؟ وده اللي هقوله في الفيديو الجاي. الناس اللي بتراجع الدنيا معاها تمام، تكمل مراجعة مفيش اي مشكلة، بس ما تقراش المنهج لان هي اساسا عندها خلفية عن المنهج، فتبدأ مراجعة من الملخصات على طول. انما بقى الناس اللي ذاكرت وراجعت دي تمام خالص، دي ناس فله جدا يعني بتكمل حل امتحانات لحد دلوقتي، تكمل حل امتحانات. لكن في فيديو بقى هقول لك هتعمل ايه في ليلة الامتحان اللي هي بعد المغرب. في ليلة الامتحان هتعمل فيها ايه؟ هل هتحل امتحانات ولا هتكمل مذاكرة ومراجعات والحاجات دي؟ وده اللي هقوله في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب طبعا تكون استفدت من الفيديو دوت. بحاول اقدم حلول ليك، يبقى الناس اللي لسه ما بدأتش تحاول تقرا الكتاب تقراه قرايه،
وبعد كده تذاكر ملخصات. هتقول الموضوع متعب، اقول لك انت قاعد مرتاح طول السنه، اتعب يوم، تعال على نفسك ومعلش واتعب يوم. اما بقى الناس اللي بتراجع دي خلاص، دي عندها خلفيه عن المنهج، تكمل مراجعه وتدوس على نفسها الايام دي وان شاء الله هتعدي. والناس اللي بتحل امتحانات تكمل حل امتحانات. بس الثلاثه عامه لازم مذاكرتهم يعني مذاكرتهم تختلف ليله الامتحان. ليله الامتحان ده مذاكرتها بتختلف عن اي حاجه، هل تذاكر فيها ولا تحل امتحانات ولا تعمل ايه؟ وده اللي هقوله بالفيديو الجاي. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه، واي حاجه تعوزها ملخصات مراجعات نهائيه او ليله الامتحان اكتب لي في الكومنتات تحت وهبعتها لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.